دلوقتي احنا بنخلي الرنجايه، طبعا بنشيل الراس في الاول وبعد كده الديل. طبعا في ناس كتيره كل واحد ليه طريقته، احنا بنخلي الرنجايه من عند ظهرها. تمام. وتخلخل السلسله الشوكيه كده. اللهم صل على النبي. بنجيب بقى، بص عشان للناس اللي في البيت، بنجيب السلسله الشوكيه من تحت مش من فوق. تمام. عشان تطلع معانا كده ايه على طول بكل سهوله. وبالشوك بتاعها كمان. بالشوك بتاعها. يبقى انت كده ما طلعتش او ما سبتش رنجه شوك كتير جوه الحاجه. تمام. ده البطروخ بتاعك. تمام. ده بطروخ ناعم. تمام. عايزين بقى نخلي الرنجايه، بنقسمها بالنص كده. تمام. بص يا سيدي، من هنا كده في شويه شوك عندي اهو. تمام. بص يطلعوا معاك بميل كده اهو. خلصنا الشوك من السمكه بكل سهوله. بص بقى الحته دي، بص بنسلق بقى الايه. اللهم صل على النبي. انت الرنجه بتطلع معاك بكل سلاسه. الحمد لله. ليه بجيب رنجه هولندي؟ عشان دي بتخش معايا في الطبخ. فما تحدقش مني، هي بتبقى دلعه بالظبط، تبقى دلعه تطلع شويه مظبوطه. فاهم؟ تمام. بص بقى، ده البطروخ اللي بيضرب في النافوخ. ايوه. يلا بينا. يلا بينا. بص يا سيدي بقى، بننزل بيهم كده على النار تشويحه بسيطه يعني، مش كتير، لان الرنجه اصلا مدخنه. بس عليها بس بحته مكعب زبده كده. اعلى مسا. دي الطحينه بقى. الموضوع كده يا جماعه بيروح في حته ثانيه خالص. احنا كده انتهينا من الجزء الاول. نعبي في رغيف. بص بقى يا سيدي، يلا نبتدي نعبي رغيف الحواوشي. الرغيف العادي بالحواوشي البطارخ. بس يا سيدي ده كده الرغيف اللي عندك. بعد ما اتملى هيروح على فين؟ الرنجه والبطارخ هياخد بقى وش النار في الطاسه تيفال. يلا بينا. يلا يا باشا. بص بقى، تعالى نقلب الرغيف الحواوشي. تمام. اوعى. يلا بينا. الله، اللون جميل قوي. لا الزبده عامله شغل. ده بقى رغيف الحواوشي بعد ما خلص. وده يا سيدي شخرمون. معانا الرنجه والفلفل الالوان، هنحطهم دلوقتي في الطاجن. الوايت صوص بتاعنا. يعني رنجه مع وايت صوص مع فلفل، يعني بصراحه الموضوع هيكون جامد. انت لازم تعمل وايت صوص كده وتقلبهم في بعض. عشان كله يتجانس مع بعضه. عشان اللقمه الواحده اللي تطلع معاك. انت بتعمل بس الوش بالجبنه بقى. الوش بالميكس جبن. ويقوم ايه داخل الفرن على طول يعني. كده ده بقى ميكس الجبن. يا جماعه الرنجه والله العظيم اتدلعت على الاخر. عايز تجيب جون اضرب الشخرمون. وده يا سيدي شخرمون بعد ما استوى. حاجه كده في الهوي منه فيه. انا مستغرب ان دي رنجه والله. هتستغرب اكتر لما تدوق. سلطه الرنجه المصريه، اكله الفراعنه يا عم. دي قطع رنجه كده. دي قطع رنجه بقى بعد ما بنخلص سلطه الرنجه. طبعا الرنجه جوه منها في رنجه. بس احنا بقى بنعمل بوكيه جرنيه كده ايه من الرنجه برضو ايه عشان تبقى فكره كويسه برضو. يلا بقى طحينه بقى من على الوش بقى. يلا بينا. سامعين صوت الرغيف ده؟ تعالوا نشوف حواوشي الرنجه ده طعمه ايه. بطروخ الرنجه محل اللعب قوي بصراحه، جميل برضه لذيذ. يعني بص البطروخ مرمل ازاي، ترميله البطروخ طاغيه على الرنجه ومديها شكل الرغيف قوي. تعالوا بقى نجربه بالطحينه بقى. يعني سلطه الطحينه طبعا هو عاملها جميله قوي. تصدقوا بقى ان هو اجمد بالطحينه. احلى حاجه بقى مع الاكله دي طبق الخضار اللي بيظبط الكلام ده. تعالوا بقى نشوف الشخرمون. اول مره اسمع اسم الشخرمون ده في اكله. تعالوا نشوف. بسم الله. بصراحه انا ما دقتش غير الوايت صوص بس في الطاجن. يعني حتى الرنجه ما حسيتش بطعمها ولا الخضار حتى حسيت بطعمه قد ما حسيت بطعم الوايت صوص. ده يقول لك ان الطاجن خفيف مش دسم. طبعا اختراع برضو يتلائم مع الرنجه، خفيف ولذيذ. طبعا دي بقى سلطه الرنجه اللي كلنا عارفينها بس بطريقته الخاصه. وحاطط لك قطع رنجه فوق كده علشان خاطر لو انت مش عاوز تدخل في الخضار تاخد الرنجه بيزك على طول. حطها في اللقمه كده. سلطه الرنجه يا جماعه من احسن الحاجات اللي الرنجه اتعملت بيها. بس بعد اللي انا شفته ده لا، في حاجات احسن تعمل بيها الرنجه. صراحه الرنجه هنا معديه. هنا الرنجه اتدلعت واتشخلعت على الاخر. قبل ما بنصور بقول له مش هاكل، قال لي هتاكل. هو عنده حق فعلا.